قضايا المرأة ديجا حاطة إحصائيات، بيان سور الإحصائيات أبعد ما يكون عن الإحصائيات الحقيقية، ولكن تقولك بلي كاين 4000 إلى 5000 طفل غير شرعي يولدون في الجزائر سنويا. هذه التصريحات في الموقع تاع الوزارة. الجمعيات الحقوقية في الجزائر، الجمعيات المستقلة، هما اللي هضروا على أرقام تصل إلى 45,000، وهذه مسجلة في لقاءات تلفزيونية. دقي في السنة فقط تلقايها ماريا في حوالي 2009 2010. هذه راهي فقط التقديرات اللي كانت وقتها، فيما بعد صار هذا الموضوع موضوع طابو لا يتم الكلام فيه. هضروا على هذا الموضوع بزاف باسكو حنا عندنا في الجزائر ما تقدرش دير اثبات النسب بالدي ان اي اذا ما كانش كاين زواج. يعني مثلا لو كان وحده تولد طفل وتقول باللي هذا الطفل باسكو انا كانت عندي علاقه مع فلان، ما تقدرش تديه الى القضاء وتطلب فحص الدي ان اي لانه ما كانش عقد زواج. فبزاف من الحقوقيين الجزائريين بداو يهضروا على هذا الموضوع باسكو بغاو انه القانون يتبدل، يعني القانون يولي يسمح باش يديروا الفحص باش يعرفوا شكون هو الاب بلا ما يكون كاين عقد. مع العلم ماريا أنه قضية يمكن يعود لها الناس، أنه دور الطفولة المسعفة في الجزائر هي مخصصة بشكل أكبر لمن يلدون، يعني لا يعني سواء دون أب ولا ما يعترفش بهم الأب ولا أمر مثل هذا. الحادثة اللي صارت واللي أفرحت صراحة، ودائما نشوفوها في البثوث تاعك، الكثير من الجزائريين اللي يعتبرون بأنه هادو الناس اللي مولودين دون أب هي شتيمة. فالعدد اللي هي الإشكالية لما صار الحريق هذاك، علاش مات العدد الكبير هذاك؟ لأنهم كانوا بأعداد، يعني الغرفة كانت فيها على الأقل 15 ولا 16 طفل. معناتها أنه دور الطفولة المسعفة هذه فيها اكتضاد رهيب، درجة الأعداد الكبيرة اللي صار، يعني مع العلم أنه المراحل اللي صارت لما جاوا العمال الصينيين هذوك بأعداد كبيرة وصلوا سنويا إلى 10,000، كانوا أيضا زادت نسبة المواليد الغير الشرعيين في تلك الفترة، وكثير من الجمعيات دقت ناقوس الخطر وقتها، يعني بسبب الصينيين اللي جاوا اللي كانوا بطبيعة الحال يمارسون ممارسات معينة لأنهم كانوا يجوا دون عائلات. فالانفجار هذا هو اللي خلى دور الطفولة المسعفة في الجزائر اليوم يعني في حالة اكتضاد كبير، وصارت الكارثه هذيك تاع الحريق. اكزاكتومون. وكاين هذا الفيديو اللي بغيت نوريه مقطع صغير برك صنتوا له مليحه باش راه يقول. هذا لقاء تلفزيوني على قناه النهار الجزائريه كما راكم تشوفوا. وزارة التضامن تحدثت عن وجود نحو 3000 ولادة طفل غير شرعي، بينما الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحدثت عن 45,000 طفل غير شرعي سنويا في الجزائر. أرقام مرعبة حقيقة في مجتمع محافظ في بلد مثل الجزائر. يعني الحمد لله احنا ما زلنا بلد محافظ. يعني نشوفوا الأرقام مثل هذه أرقام مرعبة. شوفي أولا التقرير اللي يتكلم على عدة نعم. دونك فوالا، هذا ماشي كلام قالوه المغاربة ولا في قناة مغربية. تفضل شوقي. لا مليح انه فتح لنا المجال هذا تربيه البيوت الرذيله اننا نتناولوا الموضوع هذا، لانه موضوع في غايه الاهميه. المحاميه السيده بن براهم كما قلت سنه 2011، لهذا قلت لك ماريا بانه اصلا الارقام هذيك راهي ارقام تاع تلك الفتره، يعني اللي كانت نوعا ما تطرح هذه القضايا فيها. قالت بأن الجزائر تسجل 42,000 طفل غير شرعي سنويا. السيده بن براهم الى يومنا هذا راهي من اكبر المحاميات في الجزائر، ولم تتابع يوما على هذا الكلام لانها اصلا عارفة في هذا المجال، وأنها ناشطة حقوقية وخصوصا في مجال حقوق الأطفال وغيرها من الأمور اللي كانت دائما تتكلم عليها، وعندها يعني تواصل مع جميع الجمعيات التي تعمل في هذا المجال. فالكلام تاع السيدة بن براهم كان واضحا على كل حال. وشوقي زعما اسكو اون بو كومباري لانكومبارابل؟ نوري لك دي فيديو تاع ناس تعرض بناتها على السياح ونتحداك تجيب لي هذه الحادثه ولا صارت في الجزائر بلادي. اون ديغي ما كنت تسمع والو حميده. لا دروك انتم راكم تكومباروا كي تعرفت ولا بالشعار اذا عمك خفت. كي تعرفت عليك في البدايه تعرفت عليك كانسان جزائري ياك. مفروض انك انت كانسان جزائري تكون مهتم تكون مهتم بماذا؟ بالشأن الجزائري.
ما يعنوا لك والو هاد الارقام والتصريحات اللي سمعتها وشفتها؟ تعني لك على ما اعتقد. على علم انه صدمني لما قال وين بلاصه هذه القضيه تاع يعرضوا نفسهم على السواح. احنا ما عندناش السواح، لكن انا عندي موجوده الاف الفيديوهات على مثلا في ولايه وهران النساء مثلا اللي يتحرشوا بالسيارات. نوري لك شوقي تاع السائح في بيت منزل واب يقول له هاي نتكلموا على الجزائر، نتكلموا على الجزائر. عندنا نوري لك تاع البنيته، نتكلموا على الصور اللي موجوده في الجزائر. احنا عندنا ارقام في الجزائر اولا، والصور لا يؤخذ بها اللي راك تقول بها. احنا نتكلموا على ارقام، عطينا لك ارقام في سنه 2011 و2010. اذا الصور راهي موجوده باعداد كبيره في الجزائر ماهيش بلد سياحي. على راك تهضر على المغرب في حين انه انت عندك مشكله حقيقيه الان في الجزائر. وانتم علاه تتقلقوا كي نهضر على المغرب؟ عندكم واجب الدفاع عن هذا البلد. الصوت مهم راكم تأدوا فيها. راهي يقطع الصوت، راهي يقطع. عاود واش قلت؟ عاود اهدر. Lo que ves aquí son las condiciones laborales que podrías tener si haces lo que te voy a contar ahora. Un salario de 3.000 al mes, con horarios flexibles y la libertad de trabajar desde donde quieras. Y lo mejor,